السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم فيديو جديد ونقول لكم الاول صباح الخير علشان احنا بنسجل الفيديو ده الساعة 7 الصبح. صباح الخير عليكم جميعا. النهارده جاي لكم فيديو جديد هنعمل مع بعض المهلبية بطريقة سهلة خالص كده وحاجة بسيطة وسريعة ومتاخدش اي وقت معاكي. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى منكم كلكم تدعوا لهم وابويا دعوة حلوة كده ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم امين يا رب. وطبعا ندعي لاخواتنا في غزة وفلسطين ان ربنا ينصرهم ان شاء رب العالمين نصرا عاجلا غير آجلا ويشفي الصدور بإذن الله. وربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم يا رب ويفك كربهم بحق جاه النبي يا رب يا رب بحق الصباح الجديد ده ربنا يفك كربهم وينصرهم ان شاء رب العالمين. قولوا امين اللهم امين يا رب. يلا بينا نبدأ الفيديو على طول. دلوقتي انا معايا هنا 2 كيلو لبن على البوتاجاز اهو. انا كنت غلياهم. فدلوقتي انا هحط الكيلو اللبن بياخد 4 معالق سكر. انت بقى عايزه تزودي السكر ده. السكر بيبقى حسب الرغبه. بس يعني احنا بنحبه يعني بنحب السكر بتاعها بيبقى زياده شويه. يعني مثلا انا هحط 8 معالق على ال 2 كيلو بدل ما احط 8 معالق هحط مثلا 10 معالق بالمعلقه اللي زي ما انتوا شايفينها كده لان بنحب السكر يكون ظاهر شويه فيه. وكل كيلو لبن بياخد 4 معالق برضو نشا. كل كيلو بياخد 4 معالق نشا وكل كيلو بياخد 4 معالق سكر. فانا دلوقتي حطيت السكر اول حاجه هبدا اقلب فيه لحد ما يدوب معايا خالص مش هحط النشا دلوقتي غير لما اقلب السكر. طبعا انا معايا هنا نشا اهو حاطه 8 معالق. بصوا النشا ده بيختلف على فكره. بجيب انواع بتبقى مثلا احط المعلقه يعني ال4 معالق على الكيلو اللبن بيبقوا مظبوطين. وفي نشا تاني بجيبه مش بيمسك بسرعه. فانا هنا مقلبه 4 معالق مقلبه 8 معالق نشا. هنزل بيهم على اللبن واحده واحده بس اما السكر يدوب. دلوقتي انا هبدوقه بس اشوف السكر بتاعه. طبعا هتلاقي السكر لسه ماهوش قوي فايه هرجع احط تاني سكر اهو. هم 10 معالق بالظبط. طريقته سهله كده وعلى فكره عايزه تضيفي له اي اضافات تانية دي بترجع لك. لو انت عايزه تضيفي له اي حاجه تانية دي بترجع لك بس انا قلت ايه هو حاجه سريعه كده وسهله والله ما كنت ناويه اصوره بس قلت بما ان يعني الحاجه جاهزه وكده قلت يلا ما اصور وخلاص. والله على اخر لحظه رحت مصوره الفيديو. انا بنزل دلوقتي بالنشا واحده واحده وانت ايد بتنزل النشا وايد بتقلب علشان ما يكلكعش معاكي وتفضلي تقلبي فيه كويس جدا لحد ايه ما النشا يستوي. ماهوش اول ما تنزلي النشا على اللبن تطفي عليه. لا لازم النشا يستوي عشان ما يبقاش طعم النشا في المهلبيه. لحد ما يعمل فقاقيع كده من الجنب. ياخد غلوه كده وبعدين ايه تطفي عليه. انا كل شويه بقلب فيه علشان ما يرساش مني تحت ويكلكع تحت. في ناس بقى بتحب تضيف الفانيليا وفي ناس لا. انا بحب صراحه بحب اضيف الفانيليا في المهلبيه قوي. حطيت 2 باكو فانيليا اهو. بتمنى فيديوهاتنا تعجبكم كده وتكون خفيفه عليكم. ما تزهقوش مننا. انا بحاول اقصر في الفيديوهات والله عشان ما تزهقوش مننا. اهي بوريها لكم ان هي كريم ازاي وناعمه ازاي وبدات تعمل فقاقيع من الجنب. مش هننزلها غير لما هي ايه تستوي زي اهي والنشا يستوى جواها كده علشان ما يبقاش طعم النشا في المهلبيه لسه موجود. اه هي كده خلاص نزلتها اهي الحمد لله. مه. قوامها كده حلو جدا ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. اي حاجه بقى عندك انت عبي فيها اي بوله اي كاسات يعني اللي انت تحبيه. انا يعني ايه هسيبها بقول لكم كده هسيبها تهدى شويه. مش تهدى قوي يعني تبرد على لا, لا تهدى بس شويه علشان اعرف احطها في الكاسات وكده في الاطباق دي. لو هدت قوي مش هتعرفي تعبها طبعا. هي كده قوامها ما شاء الله حلو جدا. وسبتها شويه على الترابيزه بره كده لحد ايه ما بردت خالص وبعدين حطيتها في التلاجة. اي حاجه تقع منك بقى امسحها كده اول باول قبل ما تنشف عليه.
حاجة سهلة كده وبسيطة وما خدتش اي وقت، وعلى فكرة الاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي. وكمان لو ضفت عليها جيلي، اي نوع من انواع الجيلي، الاطعم بتاعت الجيلي سواء الفراولة او المهلبية بتاع الفراولة، او اللي هو جيلي المانجا، الحاجات دي بتبقى حلوة قوي. هنا بقى خلاص بوريها لكم اهو. ايه رأيكم بقى؟ شكلها حلو قوي، وكمان طعمها كان حلو جدا جدا بجد والله. وقوامها كان حلو قوي يعني، لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، الحمد لله كانت حلوة جدا. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم.